الخسارة كانت مستحقة لأنه كنا سيئين. بس الشيء المستغرب احنا في المباراة السابقة قدمنا مستوى أداء عام جيد ولم نكن نستحق الخسارة لا مع الزوراء ولا الشرطة ولا حتى نوروز، وبالتالي يمكن هاي تشفع انه يمكن قللت يمكن حتى ضغط الجماهير علينا لأنه يشوف فريق يقدم. اليوم انت في ملعبك ومع نفط البصرة وأن تكون بهذا المستوى السيء، هذا المستغرب. ولذلك انا اشعر باحباط وخيبه امل كبيره، لانه حقيقه للامانه يعني الفريق كمجموعه وعديد من الامور والواجبات اللي حاولنا، رغم انه نشهد انه نفط البصره قدم مباراه كبيره، لعب بتكتل دفاعي كبير واغلق المناطق الدفاعيه، لكن مع هذا احنا لجئنا للاستعراض اكثر من أن نفك هذا الاختناق في الفريق نفط البصرة، ولذلك صعب مهمتنا. وبالتالي يمكن مستوى سيء مع خسارة، وفي ملعبنا أكيد الجمهور يكون يزعل، يعني يمكن أحيانا يشفع عليك مستوى الأداء العام. وكنا نخطط أن نكسب 9 نقاط من هذه المباراة الثلاث القادمة حتى نعيد إلى وضعنا ونعيد إلى توازننا، لكن للأسف أن نظهر بهذا الشكل أكيد هناك علامات استفهام. أكيد أنا أشعر بخيبة أمل لأول مرة، يعني حقيقة نادرا ما يمر بي، لكن بالدرجه الاساس انا لا اعفي نفسي من المسؤوليه. اكيد ستكون هناك يعني عقوبات صارمه بحق قسم من اللاعبين اللي ما التزموا، اللي ما له اكثر منه. بعض اللاعبين خذلوك يعني بشكل او باخر. طبعا اليوم المباراه يعني كان ممكن اليوم المباراه بعد هذه الخسارات وبعد لدينا يعني فرصه ان نصحح. بكل تاكيد احباط وخيبه امل، ولكن احنا ما راح نوقف مكتوفين اليدي، اكيد راح نشخص